عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد وفيديو جديد. احنا النهارده هنخلل مع بعضنا الخيار والفلفل. الفلفل ده اللي هو الفلفل البلدي بتاعنا، شايفينه احنا اواني الزيتون والليمون. ماشي يا حبيبتي. الزيتون والليمون ده اللي بيعيش. الفلفل البلدي بتاعنا مش الفلفل التاني اللي هو احنا بنقول عليه رومي بس حامي. بتبقى الفلفلايه كبيره كده وتخينه، ده بيتهري يعني ما بيقعدش معاكي وقت طويل، انما ده بيقعد معاكي من السنه للسنه، سواء خليتيه بقى لوحده، خليتيه مع ليمون مع زيتون مع خيار، ايا كان اللي هتخليه معاه ده بيعيش. ومعانا الخياره اهو زي ما انتم شايفين. احنا بنجيب الخياره اللي هي بصوا دي بتعيش يا جماعه. بصوا اهي دي بتعيش بقى. انا جايباها من امبارح كمان مش من النهارده اهو، بس ما كنتش فاضيه ان انا اخليه اهو زي ما انتم شايفين كده. الخياره دي بتبقى جامده. بصوا ما تجيبيش الخياره الطريه لانها مش هتعيش معاكي وهتتهري. امسكي الخياره كده حسي ان هي ناشفه معاكي، دي بتعيش. انا هغسله كويس قوي ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بصوا حبايبي، غسلنا الخيار كويس قوي. عايزه اقول لك ان الخيار كتير قوي في السوق الايام دي. الخيار ده اللي هو ده بتاع التخليل، اللي هي مش الكبيره اللي هي الطريه، ده بتاع التخليل يا جماعه. مالي السوق دلوقتي 3 ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. الخياره جامده تقفي عليها ما تتكسرش. تسلمي لي يا يارا. هنبتدي نسمي الله كده ونحط الخيار بتاعنا. حطي بقى، حطي الخياره بالعرض بالطول على حسب البرطمان بتاعك وعلى حسب الخيار. بس هي الخياره الرفيعه الناشفه دي بتبقى حلوه قوي لما تحطيها تخليها كده. بصوا يا حبايبي اهو، نحط كده، نحط اهو. هعمل ايه؟ هجيب شويه كده كام فص توم. عايزه انا تقسميهم نص، تقسمي التوميه نصين ماشي. عايزه تقطعيه زي ما انا مقطعاه كده ماشي. حط ورقه لوري كده، ورقتين. وريني بقى ورق شطارتك. لوري هقول لك بحط له ورق لوري اهو كده. وهعمل كده عكسي برده، معلش انا نسيت. احط 3 قرون فلفل ولا حاجه. لو انت ولادك مش بيحبوه حامي خلي لي الفلفل لوحده والخيار لوحده. الله انا شاطره. شطوره يا سما اهو، علشان ما يبقاش حامي على الولاد. لان احنا هنحط برده لسه شويه شطه زي ما انتم شايفين اهو. همشي بقى كده ايه زي ما انتم شايفين كده اهو. احط برده شويه توم. تسلمي لي يا يارا يا عسل. دي بتشرب نفسها. ها؟ ريحته حلوة وشكله حلو. لا انت بتخمي يا يارا، بتخمي يا يارا. هو ايه اللي ريحته حلوه وشكله حلو؟ ها؟ ادي احنا هنمشي كده تاني. بتهيألي بقالكم كتير ما سمعتوش صوت يارا معايا في الفيديوهات. زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ هعمل العملية دي كده اهو مع بعض كده. نحط برده توم اهو وورق لوري عشان يطلع زي بتاع بره، وطعم وريحه وشكل زي بتاع بره بالظبط. اوعوا تصدقوها، وربنا السنه اللي فاتت العيله كلها كانت بتتخانق على الخيار والفلفل ده. ورب العزه العيله كلها كانت بتتخانق، وبيجوا زيارات عشان يسالوها على الفلفل والمخلل، مش بيسالوا علينا. ماشي. عايزه اقول لكم ده ابني اول مره يظهر واول مره صوته يطلع. هو ابو يارا ورحمه وسما. اول مره صوته يطلع معايا في الفيديوهات من يوم ما فتحت القناه. أول مرة إيه ده؟ صوته ما طلعش أصلا. ماشي يا يارا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هفضل ماشيه برده ما حطيتيش توم. هحط توم حالا اهو. توم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. برده ورقه لوري اهي معايا. انا مش بكتر الفلفل علشان انا هخلي الفلفل لوحده في برطمان تاني، علشان برضو ايه اكيد يارا هتاكل من المخلل ده وهي مش بتحب الفلفل الحراق، فالخيار هيبقى حامي قوي فمش هينفع ان انا ايه اكلها منه، فانا مش بكتره. الفلفل ده يا جماعه اللي هو البلدي اللي بيبقى حامي قوي بيبقى حراق بتاع الزيتون. انا عايزه اقول لكم ان انا لسه عندي زي ما ابو رحمه قال، انا لسه عندي من المخلل بتاع السنه اللي فاتت اللي هو الزيتون اللي انا صورته معاكم. يعني بصراحه ما شاء الله جميل جميل وعايش من السنه للسنه لغايه النهارده. عايزه اقول لكم ان انا ما جبتش السنه دي وما خللتش لان كنت عامله كميات كبيره قوي السنه اللي فاتت. ماشي يا يارا. كنت برده كده اهو. حبايبي احنا مالينا البرطمان بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنشوف بعد كده هنعمل ايه. إن شاء الله عليك. انا بقى على هي ما تشوف هتعمل. عايز اقول لكم على حاجه، بس والله مش عشان هي امي، بس انا عايز اقول لكم عماتي وولاد عماتي وولاد عمي قبل ما بيجوا بيشرطوا النوع الاكل اللي هياكلوه عشان مرات خالهم اللي تعمله، وكلهم بيسالوا على نوعيه الاكل بتعمل ازاي. هي مش خبيره
بس هي عندها خلفيه الناس بتاعت زمان، اتعلمت من ست الله يرحمه كانت بتعمل مسقعه حكايه. ما شاء الله. امي بقى تفوقت على الجميع، ماشي. وعيالي تفوقوا مع امي، بصراحه بناكل من ايديهم كاننا بناكل من ايد امي. ماشي. يلا ربنا يديكم الصحه ويعينكم، على فكرة اليوتيوب يا يفضل منور جماعة عليكم كده. ماشي يا البرطمان بتاعي ماشي يا عم. بصوا يا حبايبي هنعمل ايه. عمرو بيشجع يارا وبيشجعني. هنسمي الله كده. كله تعليمي اصلا. ماشي. حبايبي احنا حطينا ميه، انا معايا الهريسه او الدقه ايا كان، دي بتدي لون وطعم وريحه جميل قوي. بصوا انا مش هكتر لانها حاميه. هنحط ايه بقى؟ لو عندك حبهان صحيح هتحطي وحدتين حبهان في البرطمان صحيين كده صحاح. انا عشان الحبهان اللي عندي مطحون انا هحط سنه كده في الميه، علشان طبعا مش هينفع احطه كده، مش هينزل في البرطمان كله اهو. هقول تاني، لو عندك الحبهان بتاعك صحيح هتحطيه صحيح يعني حبايه بين كل ايه طبقه وطبقه. ما عندكيش وزي حالاتي كده مطحون هتحطيه في الميه. معايا سنه فلفل اسمر صغيره خالص اهي. خلينا نعطس بقى. سنه شطه برضو عشان اللون مش اكتر. معايا بابريكا. معايا الملح بتاعي، اجيب معلقه كبيره بس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتوزني الملح بتاعك على حسب كميه المخلل اللي انت مخللاها زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت 4 معالق على حسب كميه الملح اللي انت مخللاها. هجيب الخل برضو، معايا شويه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب بقى اللي هي ايه المعلقه اللي هي هتخلي الخيار بتاعي يعيش معايا ما يتهريش ويفضل يقرمش معاكي من اول واحده لاخر واحده. هحط له معلقه سكر وما تقلقيش خالص مش بيبقى مسكر. بس كده خلاص حطينا كل المكونات بتاعتنا. الميه اهي انا برضو هدوقها اشوف الحدق بتاعها. لا ما تدوقيش يا سما، انا بس اللي ادوق، لان لو دلعه خدي بالك، لو دلعه هتهري لك الخيار بتاعك او اي نوع من الخل اللي انت بتخلليه. لو الملح بتاعك مش مظبوط هيتهري منك. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لون الميه؟ الميه اللون اللي هي هتطلع ولسه لما تتحط والبابريكا والدقه او الهريسه تقعد في الميه وتخري اللون بتاعها هيبقى اللون الاحمر بتاع المحلات. هنسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تكسفينا قدامهم كل شويه. فكرك فكريني بايه؟ ان انت تعرفي تقولي ان هي هتخر الميه. هتخر سوري هتخر اللون. معلش سامح حقك عليا. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عشان اريح دماغي من المج اهو نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اتاكدي بس ان الميه بتاعتك مغطيه المخلل بتاعك كله، ولازم يبقى في فراغات الميه تنزل منها علشان تبقى مغطيه كل المخلل بتاعك. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي دوبك الميه اللي انا حطيتها. طبعا ست البيت تبقى عارفه ايدها بتبقى ميزان زي ما بيقولوا كده. خلاص اهو زي ما انتم شايفين اهو. هعمل كده برضو عشان لو في اي هواء اي حاجه هيخرج من البرطمان والميه تنزل، بحيث ان المخلل كله يبقى طايله الميه بملح ويتخلل اهو كده. احنا خلصنا مع بعض الخيار. نخلل الفلفل بقى مع بعض يا حبايبي. احنا هنخلل بقى الفلفل مع بعض. اسهل حاجه في المخللات كلها الفلفل، مش بيحتاج اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحطه بس اهم حاجه تكبسي البرطمان بتاعك، مش تكبسيه يعني ما يبقاش فيه فراغات، عشان انا عارفه ان انا لسه قايله ان لازم يبقى فيه فراغات عشان الميه تتخلل المخلل بتاعك وتخلله. بس ما يبقاش فيه فراغات جامده يعني، ما يبقاش ايه فاضي قوي. ممكن اسال سؤال؟ اسالي حبيبتي. ليه ما بنخرمش الفلفل زي ما بنخرم الزيتون؟ ما بنخرمش الفلفل عشان انت لو خرمتي الفلفل هيستوي معاكي بسرعه، الميه هتدخل جواه وتسويه بسرعه وما يقعدش عندك، يعني ما يقعدش عندك فتره طويله. انما لما تكوني مش عايزه يعني مش هتاكلي الفلفل دلوقتي وعندك مخلل تاني ما تخرميش الفلفل، هيقعد معاكي ومش هياكله ومش هيجرى له اي حاجه. اوكي.
بصوا يا حبايبي دي نفس هي الميه، بس هي ميه ايه، ميه وملح وبابريكا وبس، ما حطيتش فيها اكتر من كده. هي ميه وملح وبابريكا، ما حطيتش كمان شطه علشان هو كده كده حامي، وفيها شويه هريسه علشان تديله ريحه، لان الهريسه دي فيها توم خدوا بالكم، فهي دي بتديله ريحه وطعم. لو حابه تحطي فصين توم هنحط فصين توم مفيش مشكله. انا عندي لسه فصين توم اهو هنحطهم، نحطهم على الوش كده بس كده. نحط بقى الميه زي ما قلت لك، انت وزن الملح بتاعك على حسب كميه المخلل. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو الميه بتاعتك قصرت معاكي هتعملي ميه تانية. انا هحط بس سنه ميه صغيره وارجع لكم. بصوا يا حبايبي خلاص كده انا غطيته بالميه اهو، شايفين لون الميه عامله ازاي؟ نسمي الله ونقفله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل ده يقعد معاكي ما يتهريش ولا يجرى له حاجه، وعشان اكون امينه معاكم انا مش هفتح عليهم ولا هاجي جنبهم غير لما اجي اصور بقيه الفيديو. هفتحهم قدامكم واقول لكم خد الخيار بالذات خد وقت قد ايه، لان الفلفل معاكي ممكن تفتحي بعد اسبوع، ممكن تاخديه بعد 15 يوم لان هو بيعيش. الخيار انا هفتح عليه قدامكم واوريه لكم بعد ما يتخلل، واقول لكم قعد كام يوم بالظبط للامانه. اشوفكم بعد ما يتخلل ونفتح عليه. يا حبايبي زي ما وعدتكم ان انا مش هفتح الخيار الا معاكم واقول لكم خد كام يوم. بصوا يا رحمه كده، بصوا الشكل. الخيار ده قعد 4 ايام بالظبط، انا خليته الخميس النهارده الاثنين. يلا بينا نطلع كده مع بعضنا ونشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين لون الميه، ودلوقتي هحط لكم ميه كمان. عايزه اقول لكم الريحه كمان بتاعت، ايه رايك في الريحه يا رحمه؟ طالعه الريحه اول ما فتحت هبت كده. هقطعه بقى وارجع لكم، احط لكم الميه وارجع لكم. حبايبي ادي شكل الخيار بعد ما طلعناه وقطعناه، وادي شكل الميه بتاعته. بصوا الميه عامله ازاي، بصوا الميه زي اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط، اللي بيبقى فيها المخلل بتاع المحلات. وبصوا الفلفل اهو، عايزه تفتحي عليه، هو لسه ما استواش، ده يقعد كمان 15 يوم على ما تفتحي عليه وتاكلي منه، بس انا حبيت اوريكم شكله. ممكن ندوق ونسمع القرمشه الرحمه. دوق يا رحمه، سامعين القرمشه؟ مش جدا، طعمه حلو وملحه مظبوط وزي بتاع بره واحسن كمان. لو انت مش بتسحبي مخلل كتير زي حالتنا، لان احنا مش هنشيله في التلاجة، لان احنا ايه بنسحب مخللات كتير، احنا يعني مدمنين مخللات، فمش هنحطه في التلاجة. لو انت ما بتسحبيش مخللات كتير ممكن تحطيه في التلاجة تحافظي عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليقات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.